السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده الفيديو بتاعنا هيبقى تفريزات الفراخ بتاعه الشهر. طبعا ناس كتيره جدا بتسأل احنا نجيب الفراخ كامله ونعملها في البيت، ولا نجيب كل حاجه لوحدها تبقى اوفر لينا. انا بالنسبه لي يعني انا بجيب على طول الفراخ سليمه، وانا اللي بظبطها زي ما انتم شايفين كده، بقسمها على وجبات. بالنسبه لي انا بتبقى احسن واوفر بكتير. يعني انا بحب اجيب الفراخ كامله، فبجيب الفراخ اللي بتقضيني طول الشهر. طبعا كل بيت عارف هو بيستهلك قد ايه في الشهر فراخ، وبتقسميها بقى وبتظبطي الفراخ بتاعتك زي ما هتشوفوا معايا كده في الفيديو. ان شاء الله تاخدوا منه افكار ويعجبكم. ودي تجربه شخصيه بالنسبه لي، يعني اللي حاسس ان هو ممكن يجيب كل حاجه لوحدها اوفر. طبعا براحتكم خالص، انا بقول لكم يعني تجربتي. انا جبت اهوت الفراخ. انا بحب اجيب الفراخ تبقى وزنها مثلا ما يقلش عن 2 كيلو، يعني ممكن كيلو 800 2، علشان اقدر ان انا اطلع منها بانيه واقدر اقسمها يعني كويس. انما اصغر من كده بصراحه ما بعرفش يعني ان انا اقسمها كويس او اطلع منها بانيه يعني كتير. فما شاء الله الفراخ كان الصدور بتاعتها كبيره، فهقدر ان انا اعمل منها حاجات كتيره ان شاء الله زي ما هتشوفوا معايا كده في الفيديو. وانا بحب اشيل الجلد بتاع الفراخ. طبعا اللي متابعني عارف ان انا ما بعملش فراخ بجلدها خالص، يعني بشيل كل الجلد بتاع الفراخ. طبعا اللي انا بجيب منها او اللي انا بتعامل معاها هي عارفه لما بطلب منها. طبعا بتاخد هي الجلد وبتنضفها لي كده يعني، وبتبعتها لي يعني ايه من غير الجلد بتاعها. طبعا دي حرية شخصية، يعني براحتكم بقى خالص. يعني اللي بيحب يسيبها بالجلد بتاعها براحتكم طبعا خالص. طبعا انا بشيلهم اهوت من الكيس، وهبتدي بقى اشطفهم شطفة كده يعني تحت الحنفية كده، وهحطهم بقى في محلول النقع اللي انتوا هتشوفوه معايا بقى دلوقتي. بصوا بقى، انا جبت طبق كبير حطيت فيه مية، وبعصر بقى كمية كده من الليمون. المحلول بتاع النقع ده حلو جدا يا بنات، بجد بيضيع اي زفارة. حطيت كمان فصين 3 كده من الحبهان، وهحط كمان فلفل حصى لو متوفر عندكم حطوه. هحط كمان معلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من السكر. ما عندكم يعني ممكن تستغنوا عن الفلفل والحبهان وتحطوا ليمون وملح وسكر ومعلقه كبيره من الجنزبيل، وده اساسي بقى ما ينفعش. الجنزبيل يا بنات سحر بجد، بيضيع اي ريحه زفاره للفراخ بجد. وهم يعني جربوه هتدعوا لي بجد. معلقه سكر، معلقه ملح، الليمون ومعلقه الجنزبيل. حابه تحطي حبهان وفلفل اسمر براحتك خالص حطي، مش حابه ما تحطيش. هبتدي بقى انزل الفراخ بعد ما شطفتها كده. هنزلها كده في المحلول. انا قسمتهم طبعا على طبقين، وهسيبها بقى بتاع ساعتين 3 لحد ما اعمل حاجة تانية، وبعدين ارجع اشيلهم من المية دي. تمام. انا جبت عندي مصفى كبيره اهوت، وشلت الفراخ من الميه. طبعا هتلاقوا الميه اللون بتاعها اتغير خالص. برضو هشطفها شطفه بسيطه، وبعد كده ابتدي بقى اقطع. جبت البلانش عندي بقى، ومعلش انا سرعت الفيديو لان الفيديو طويل، ما حبيتش يطول اكتر من كده. كان 30 دقيقه، انتوا متخيلين نص ساعه؟ فبصوا بقى، يعني حاولوا تفهموا كده من التقطيع. انا قطعت الأجنحة لوحدها، وبقطع بقى كده الصدور دي. بخلي البانيه بس مش بخليها بضمير، يعني بسيب كده ايه لحم فيها. تمام. بقطعها زي ما انتم شايفين كده، يعني هتعمل لنا كده كمية كويسة من البانيه. والأجنحة طبعا بتبقى قطعتها لوحدها، والدبابيس لوحدها زي ما هتشوفوا كده معايا. بصوا ما شاء الله، دي كمية البانيه اللي طلعت معايا. وببدأ كده اجيب ورق، وحطيت بقى اللي هي الرقاب ديت بعملها كده لوحدها كده تبقى وجبة.
بسلقها كده لو عايزة شوربة او كده المحشي، بتبقى حلوة برضو، بحمرها عادي جدا احنا بنحبها. ودي الطبق التاني دوت حطيت فيه الأجنحة، عملتها برضو تبقى وجبة لوحدها، ممكن مع مكرونة بقى او رز اصفر، بتبقى برضو حلوة جدا، بنعملها زي كنتاكي كده. وحطيت هنا في الطبق دوت 4 قطع كده دبوستين وقطعتين كده من الصدور. والباقي بقى اللي انا خليته من البانيه، اللي انا خليت منه بانيه ده هعمله بقى يعني هعمل له خلطة كده للشوي، تبقى فراخ مشوية. عندي هنا خل، وعندي الصوص الباربيكيو دوت بس مش اساسي معايا، وعندي دبس الرمان، وعندي بقى الخضار بصل وطماطم وفلفل وتوم وليمون. والبهارات عندي عبارة عن بهارات فراخ وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وكزبرة ناشفة وسماق وملح وفلفل اسمر. دي البهارات اللي انا هحطها. طبعا يعني كان المفروض احط علبة زبادي، بس انا ما كانش عندي لا زبادي، ما كانش عندي زبادي بصراحة، فممكن تحطوا زبادي او لبن، بس انا بعملها برضو كده بتبقى حلوة جدا يعني من غير زبادي او لبن. طبعا لو متوفر عندكم حطوا. تمام. هحط بقى في الخلاط كل المكونات دي مع بعض، الخضار كله، وهحط بقى عصرة الليمون. وطبعا الخل اساسي بيطري معايا الفراخ. وطبعا عشان امشي الخلاط فبحط الفراخ، بحط الخل، احط بقى البهارات دي كلها. عايزين تزودوا اي نوع بهارات تاني تمشي مع الفراخ المشوية براحتكم خالص. احط بقى كمية من الخل، واحط دبس الرمان ده بيديها طعم حلو جدا ولون برضو حلو. وممكن تحطوا كمان برضو معلقة من السكر او معلقة من العسل الابيض. تمام. بيخلي برضو لونها حلو جدا. لما بتيجوا تحطوها تحت الشواية كده بيديها لون حلو قوي السكر، سواء سكر او عسل. بس كده حطيت كل المكونات مع بعض، هضربهم بقى في الخلاط كويس جدا وهرجع لكم. جبت طبق بقى وحطيت فيه الفراخ اللي انا خليتها، وهحط بقى الخلطة بتاعت الشوي اللي انا عملتها دي. بجد ريحتها تحفة حلوة جدا. وزي ما قلت لكم انا يعني ما خليتش الفراخ بضمير علشان خاطر يبقى فيه عندي ايه يعني ما تبقاش يعني عظم كلها كده، يبقى فيها برضو ايه يبقى فيها لحم. وحطيت معلقتين زيت بقى في الاخر، وكده الفراخ عندي خلصت. بصوا بقى دي البانيه اللي انا خليته يعني بيبقى طبعا سميك، بقطعه كده من النص يعني لشريحتين، وببتدي اعمله ستريبس بقى. دي اول حاجة هطلعها من البانيه. طبعا الستريبس بيعمل معاكي كمية كبيرة جدا واحسن من البانيه بصراحة. انا بحس ان البانيه بيبقى ايه شوية صغيرين، انما لو قطعتوه ستريبس كده هيرمي معاكم كمية كبيرة. تمام. يبقى اول حاجة عملناها الستريبس. وطبعا هوريكم الخلطة بقى اللي هنعملها دلوقتي. وقطعت كده كام قطعة كده علشان هفرمهم، والشويه دول هنعملهم مع بعض بقى ايه شاورما. طبعا تقدري تعملي اللي انت حباه، مش حابين شاورما ممكن تعملي كفتة فراخ، مش حابه استريبس ممكن تعمليها بانيه، مش حباها برضو الناجتس اللي احنا هنعملها دي اعملوا اي حاجة انتوا بتحبوها بقى بالبانيه، حواوشي مثلا. تمام. اول حاجة هعمل الخلطة بتاعت الشاورما. انا عملت الطبق الكبير دوت، وبحب جدا ان انا استخدم الخلطة بتاعت كنور بتاعت الشاورما دي. بتبقى قريبة جدا من الشاورما اللي احنا بنشتريها من بره، بيبقى طعمها حلو جدا. وانا بزود برضو شوية بهارات من عندي يعني وكده. بس هي الخلطة لوحدها على فكرة كفاية، يعني هي مكتوب عليها ان هي الخلطة دي مع معلقتين من الزيت. بصوا الزيت عندي كان بيخلص بصراحة، دول اخر معلقة زيت كانت عندي. ربنا يرحمنا برحمته، بجد سعر الزيت بقى غالي جدا. انا زودت عندي بقى نص معلقة كده من البابريكا، انا بحب احطها جدا، وشوية من الثوم البودر، وشوية من البصل البودر، وملح وفلفل اسمر. انا زودت ملح لان انا عملتها قبل كده بالخلطة وكانت ناقصة ملح شوية.
تمام. وممكن تزودوا كمان شوية كزبرة ناشفة، بس هي دي البهارات اللي انا زودتها. واضطريت ان انا احط برضو شوية من الزيت اللي هو الزيت القلي العادي، بس يعني ريحته ما كانتش يعني باينة قوي، يعني كان نضيف يعني، فزودت معلقة. تمام. حطيتها بقى كده انا بحب احط كيس تحت الورق اللي هو الاطباق الفل ديت بصراحة. ممكن تقسموها على مرتين وممكن على مرة واحدة زي ما انا عملت كده. احنا 4 اشخاص، فدي هتكفي معايا يعني مرة. ممكن لو عملتوا مثلا طاجن مكرونة فرن، ممكن تعملوها الوجبة دي، تعملوا بيها مرتين، فاهمني؟ بتتقطع صغير خالص كده وبتتعمل زي طاجن المكرونة باللحمة المفرومة، بس بتبقى بالفراخ وبتبقى طعمها حلو جدا. تمام. تاني حاجة هنعملها بقى الخلطة بتاعت الستريبس دي، وجربوها بجد يا بنات، تحفة بجد، هتديكوا طعم حلو جدا. بصوا بقى، حطيت هنا شوية من اللبن. طبعا انا كنت ناسية ان انا عندي لبن، كنت حطيت في التتبيلة بتاعت الفراخ، انا كنت ناسية بجد ان انا كان عندي لبن، بس عادي مش مشكلة. حطيت كده نص ليمونة على شوية اللبن دول، على اساس يعني ان هما يبقوا زبادي يعني معايا. حطيت، انتوا لما بتسيبوها يعني لو سبتوا اللبن مع الزبادي شوية هيتكتل كده معاكوا كأنه لبن رايب يعني. حطيت برضو هنا شوية ملح وشوية بابريكا. هحط كمان معلقة من الثوم البودر ومعلقة من البصل البودر. وعندي هنا برضو حطيت بهارات فراخ. طبعا كل ما بتجيبوا البهارات من حد يعني من عطار نضيف كده، يبقى ليها ريحة حلوة، هتديكوا طعم احسن. تمام. وحطيت كمان شوية من الكزبرة الناشفة. تمام. يبقى حطيت ملح وفلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر وبهارات فراخ. ممكن تحطوا مكعب ماجي كمان معاها، هتديكوا طعم حلو برضو. هقلب الخلطة دي كلها كده مع بعض كويس جدا، والله بجد يا بنات تحفة وريحتها حلوة جدا. ممكن تزودوا كمان شوية شطة لو حابين. وهحط بقى في الخلطة دي قطع الستريبس بقى اللي احنا عملناها. اقلبها بقى كويس وهسيبها بقى في التتبيله كده شويه، وبعد كده نقسمها. انا هنا حسيت ان التتبيله اللي انا عملتها كتيره شويه على كميه الفراخ، فكنت شايله صدر كده على جنب، كنت هعمل بيه حواوشي، بس قلت لا خلاص يعني هكملها الستريبس ديت لان الولاد بيحبوها جدا، فحطيتها بقى على الخلطه. انا من ساعه ما جربتها بصراحه ما بقتش بعمل البانيه، حتى لما بجيبه لوحده بعمله ستريبس كده، بقطعه بالطول، بيديني بصراحه كميه اكبر. يبقى عملنا الشاورما وعملنا الستريبس. تالت حاجه هنعمل بقى الناجتس، ودي بجد اللي يعني تحفه يا بنات، والله العظيم بجد لو جربتوها تحفه جدا وموفره قوي، هتعمل معاكم كميه كبيره. انا ضربت بصلايه كويس جدا في الكبه زي ما انتم شايفين، وهنزل بقى بالكميه بتاعه الفراخ. انتوا لو عملتوا نص كيلو من البانيه هيعمل معاكم كميه كبيره يعني ان شاء الله، زي ما هتشوفوا معايا كده. الكميه اللي هتطلع من الناجتس دي هتبقى قد ايه. هفرم بقى الفراخ مع البصله تاني، بس اهم حاجه تفرموا البصل الاول وبعد كده تحطوا الفراخ عليه. هفرمها كده في الكبه كويس، وبعد كده نشوف بقى الاضافات اللي احنا هنضيفها عليها. طبعا ممكن تضيفوا كمان في المرحله دي بطاطسايه كبيره مسلوقه، هتضاعف معاكم كمان الكميه، بس انا ما ضفتش بقى بطاطس. انا حطيت كده 4 معالق من الفيجيتار او البقسماط المطحون، وحطيت كمان بيض، ممكن تحطوا بيضة او 2 على حسب الكمية. حطيت ملح وفلفل اسمر وكمون وشوية من البابريكا وشوية من بهارات الفراخ. تمام.
يبقى حطينا في الكبة الفراخ والبصل و3 أو 4 معالق من البقسماط، وحطيت البيض وحطيت البهارات ملح وفلفل وبهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا. وزي ما انتوا شايفين هي بتبقى عجينة كده ايه لينة كده شوية. تمام. بس احنا برضو يعني هندهن ايدينا كده بالمية او بالزيت ونشكلها. بصوا انا قبل ما بشكل بقى الكمية علشان عندي كبيرة لازم بعمل تيست كده، وانا كنت جعانة اصلا فقلت هحمر واحدة كده ايه اشوف طعمها عامل ازاي، لو عايزة بهارات تاني او محتاجة حاجة بزود لها. بصوا بقى انا حمرت واحده هي زي ما انتم شايفين. طبعا انا يعني مرققاها شويه، يعني مخلياها رفيعه، لو حابين ان هي تبقى اتخن من كده براحتكم بقى خالص. هي كان طعمها تحفه، ما كانتش محتاجه لا ملح ولا محتاجه اي بهارات تاني، كان طعمها حلو جدا. فهكمل بقى وانا ايه مستريح. بصوا بقى ده الكريسبي دوت بيتجاب من عند اي عطار، الشويه دول كانوا ب9 جنيه. تمام. ده بقى هيديها قرمشه مش طبيعيه، هيبقى طعمها حلو جدا. بصوا جبت عندي طبق حطيت فيه كده معلقه من الزيت، والطبق الكبير ده انا كنت حاطه فيه فيجيتار وقلبت عليه الكريسبي. بس الكريسبي دوت ممكن تديله دقه كده بالمطرقه عندك او اي حاجه كده، او تفرميه نص فرمه كده في الكبه، لان هو بيبقى كبير شويه وبيبقى ناشف يعني. تمام. بصوا بقى بدهن ايدي بالزيت، وبعدين بشكل بقى القطع بتاعه الناجتس زي ما انتم شايفين كده. بحاول اخليها شبه اللي هي ايه بتتجاب جاهزه كده من بره، وبعدين بحطها في الكريسبي اللي انتم شايفينه ده. طبعا احنا حاطين فيها بيض، فهتوفر علينا بقى خطوه ان احنا نحط بيض ولبن كده ونحطها فيها الاول، وبعد كده نطلعها من البيض ونحطها في الفيجيتار. فدي بتبقى ايه احسن وايه واسرع. بصوا زي ما انتم شايفين كده القطعه يعني بتبقى كبيره. طبعا الحجم زي ما انتوا عايزين، ممكن تعملوها مربعه، ممكن تعملوها زي ما انا عامله كده، ممكن تعملوها مدوره، براحتكم بقى خالص. تمام. بس انا حبيت اعملها بقى الشكل ده. وزي ما قلت لكم ممكن تخلوا الحجم بتاعها تخين شويه، بس انا حسيت ان ديت هتبقى ايه شبه قطع البانيه، كاني بقى يعني كاني عامله بانيه كده. تمام. بصوا بقى ما شاء الله عملت الكميه اللي انتوا شايفينها دي، تقريبا كانت 25 قطعه، وبتبقى حلوه جدا. من نص كيلو بس عملنا 25 قطعه من الناجتس. هبتدي بقى ايه الاطباق يا بنات اللي انتوا شايفينها دي مش بتبقى غاليه خالص، يعني كنت جايباها تقريبا ب9 جنيه الربع. فيها تقريبا 15 طبق حاجه زي كده. انا ما عديتهمش بصراحه، كنت مستعجله فما عديتهمش. هبتدي بقى ايه ان انا احط بقى الحاجه اللي انا عملتها. بصوا الستريبس عمل معايا طبقين، ممكن تعملوا 3 على حسب برضو عددكم وعلى حسب انتوا بتستهلكوا قد ايه، يعني ظبطوها بقى زي ما انتوا عايزين. الفراخ اللي احنا عملنا لها تتبيله بتاعه الشوي دي عملتها على 3. زي ما قلت لكم احنا عددنا 4، فبعمل ايه الطبق فيه 4 قطع. تمام. بس دي عملت معايا بقى الفراخ دي عملت طبقين 4، ودي كانوا قطعتين كبار كده عملتهم في طبق برضو. ممكن اعملهم مع صينية بطاطس بقى مع اي خضار كده، فهنعديها يعني مش مشكلة. فعملنا الشاورما وعملنا الستريبس وعملنا كمان الفراخ اللي هي المشوية ديت، وعملنا 3 اطباق زي ما انتم شايفين. تقدري تعملي الرقاب ديت مع الاجنحة الاتنين مع بعض وجبة واحدة، براحتكم بقى خالص. بصوا بقى الناجتس ده انا حطيتها في الفريزر عشان تبقى ماسكه نفسها شويه، عشان ما تلزقش معايا لما اجي ارصها بقى في الطبق. ورصيتها زي ما انتم شايفين كده، اخدت معايا الطبقين دول، وسبت كمان 7 أو 8 قطع عملت بيهم اليوم دوت. عملتها بقى مع شويه مكرونه، يعني هتعمل معاكي 3 اطباق. تمام. والطبق ما شاء الله فيه كميه اهوت، يعني هيكفيكوا يعني هيبقى حلو جدا.
طبعا لو عملنا البانيه، يعني لو كنتوا جايبين بانيه وعملتوه كده بالطريقه دي ما كانش هيجي، يعني هيعمل معاكم الكميه دي. بصوا ما شاء الله عمل معايا الكميه دي. وكنت ناسيه الكبد والقوانص، شطفتها شطفه بسيطه كده وعصرت ليمون عليها وحطيتها برضو في طبق كده زي ما انتم شايفين. طبعا لو في يعني لو انت بتشتغلي طبعا الموضوع ده هيفرق معاكي جدا، هتتعبي جدا في اليوم دوت، بس صدقيني والله العظيم الموضوع هيبقى بالنسبه لك مريح جدا، ان انت يا دوبك هتطلعي الطبق على التسخين على طول او على القلي على طول. بصوا بقى، انا كان تاني يوم كان عند الولاد كان عندها تمرين، وعملت لهم بقى السندوتشات دي وجنبها مخلل وقطعت طماطم وخيار. مش قادره اقول لكم بقى الموضوع بيبقى موفر قد ايه لما باخد اكل معايا وازايز الميه كمان، لان احنا ساعات ببقى يعني مستعجله كده وبننزل فطبعا بيجوعوا، فلو اكلوا برضو من بره بندفع مبلغ وبرضو في الاخر ما بيبقوش شبعانين يعني وكده. والموضوع بيفرق جدا، يعني طالعه رايحه في اي حته لازم يبقى معاكي السندوتشات بتاعت العيال، بجد والله العظيم هتفرق جدا. فيا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم واكون افدتكم حتى ولو بمعلومه بسيطه جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.